الناس بتقول لي اطلع اعتذر لفينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور بعد ما قلت ان هو لعيب مش كويس ومش عامل اداء كويس جاب جول وسكت العالم كله. ايه رايك في تسكيت العالم كله؟ طبعا هتقول لي دلوقتي مش غلطته. غلطته ازاي؟ هو ماله يعني؟ هو الراجل هيشيل كل حاجه، هو اي حاجه هنشيلها لفينيسيوس جونيور يا جماعه. شفت مبابي المصاب لما نزل كان بيرجع ازاي يغطي على لامين يامال، واللقطه اللي التحم فيها وراح موقع لامين يامال على الارض واخد منه الكوره وكان عايز يطلع بالهجمه اصلا. مبابي المصاب اللي نزل اخر 15 دقايق. عزيزي المتفرج، لو جيت قلت لك ان برشلونه النهارده كانوا محظوظين ومنهم الجول اللي جابه رافينيا وحاجات كتير جدا كانوا محظوظين فيها، وده مش عيب بالمناسبه، لكن هم ما كانوش يستحقوا المكسب على ادائهم الهجوم. كانوا مستحوذين وماسكين عليه الكوره، لكن ما كانوش يعني بيشوطوا على مرمات كتير، ما كانوش مهلهلين كورت ورايح جاي، ما فيش الكلام ده. الراجل ده ليفربول في اسوأ حالاتهم كانوا بيروحوا على كورته اكتر من كده. انت خسرت بسبب دفاعك السيء واستهتار نجوم الفريق. معلم فينيسيوس جونيور اللي عمره ما هيرجع يدافع، مش هينفع يرجع يعرق ويدافع، ما ينفع. تشوف الراجل اللي بيقولوا عليه محظوظ والجول بتاعه جيب الحظ، ارجع اتفرج على الماتش تاني وشوف الراجل ده بيدافع ازاي. اقسم بالله انا في كور كنت بشوف رافينيا بيطلعها من وهو واقف جوه الجول. فالمجتهد لازم يتوفق يا حبيبي، لازم ربنا يكرمه. بالمناسبه الشاب فينيسيوس جونيور في حالاته السيئه اللي فاتت كان بيعمل نفس اللقطات دي ويلبس لعيب كوبري وممكن يراوغ وبتاع، بس ما كانش بتيجي جول. انت المره دي بس عجباك عشان هي اتختمت بجول، لكن اداؤه طول الماتش كل ده انت بترميه. اللي بيترتب عليه في الاخر المنظر اللي انت شايفه. هم ما كانوش اقوى حاجه، كان معاهم شويه توفيق وشويه حظ، بس ده نتيجه مجهود ان كل واحد بيعمل اللي عليه.